فضلا وليس امرا. ادعمونا بلايك الفيديو واشتراك بالقناة. بيقولوا هنادي في النادي بتلعب طول في مجالها يومين وخدت كلمة وياها وكلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان معنا هنا في لقاء مباراة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 ومجالها يومين ضمن مباريات المجموعة هذه الجولة على مستوى المجموعات في النسخة رقم 21 لهذه البطولة منذ التسمية الجديدة في 2004 طبعا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. هنا في هذه المباراة مباراة ما بين فريق سانجرادا فرنسا فريق الأنجليزي اللي بيملك 3 نقاط في المركز الثالث في هذه المجموعة أمام التعاون. هذه كرة على طول كرة عملت حلو ولكن تصدي جديد للحارس الكونغولي الحارس عن المشاركة في بطولة كأس الأندية العربية أبطال اللعب. على طول عمرو السيسي عاملها حلوة قوي. زيزو طبع في نهائي أمام الترجي 2018 وبالفرقة اللي عندها تاريخ. على طول إبعاد هذه على طول استلام مرة ثانية. عمرو السيسي في وسط الملعب. السيسي فكر بطولة كأس آسيا لا تقام في قطر. ودي أمام ده كرة عالية لكن طويلة الكرات الثابتة مهمة قوي. الكرات الثابتة لازم تستغل بشكل أخطأ في المباراة الماضية في هدف الزمالك. ودي كرة عن سيلسو لكن بص شيفو على طول حكم اللقاء موزمبيقي اللي خارج القائمة النهارده اللاعب لوا كينج. أمامية المرة حلوة قوي سيف الجزيري. لو ده صراح لكن ضيع سيف. الأداء المميز من محمد عبد الشافي اللي الحقيقة يعني مباراتين صوار ومباراة الزمالك ويشارك النهارده ورأسية ملعوبة خلفية خطيرة. ادي امامنا هنا عواد اتأخر. عواد اتردد في الخروج عواد ولكن كاشي دي كروز الى اللاعب كابورال جديد عن طريق اللاعب اللي بيتحرك كابورال ثلاثي الامامي. كرة ترجع على طول للخلف مرة ثانية. كرة تعود ثانية زيزو لما حلوة قوي اللمة الأولى والثانية وهي يا راجل هي في البعيدة لكن المرة دي على طول يتدخل فابريسيو مفويتا. شوف ازاي سانجرادا بدأوا يتجرأوا بعد البداية اللي كانوا متراجعين فيها. يعني إن شاء الله الزمالك يصل أمامنا هو في تغطية ممتازة. عواد يا ستار مش ممكن يا جماعه اللعيبه دي هنقع تاني واصابه تانيه والتدخل قوي قوي من جواو. امامنا شينجادو الشهير بكابورال تدخل اللي كان تفوق على ليون في ربع النهائي وفاز مانشستر سيتي وهيلاقي فرصه خطيره انفراد ولكن تدخل رائع. دونجا بيشيل كرة هدف امام فجأة كده مع الاعادة لان الراجل ديكو ده منفرد وتدخل امامنا بشكل رائع جدا. الشافي والراجل اللي هو راس الحربة النهارده ديكو راح بالزمالك امام الفرق الانجوليه. مرة ثانية على طول الضغط في كوت ديفوار ايضا في شهر يناير القادم كذلك اوروبا. ادي الضغط ناصر منسي. بص الالتحامات بقى القوه لازم الحماميه في مساحات في وسط الملعب لازم الزمالك يقفل ولازم الثانيه والثالثه يا ولد عملها حلو عمرو السيسي. عمرو تسلل لكن امامنا شوف الزمالك بس الكوره الاول يخلص الامور وتمريره المره دي لكن في تداخل في فاول ضاع جمال عبد الحليم علي. وهنا هذه الاسماء اللي بتبحث عن هدف اول امامنا هنا لكن على طول مره ثانيه بدايه قويه. زيزو يرجع على طول للخلف المره دي يحاول يلعب رؤى لكن ضمن دكه البدلاء مع اوباما ومع باقي الاسماء الموجوده او السيسي لكن يعني هو فكر برضه مطلوب الحقيقه. ودي امامنا التحرك المرور والسقوط وحكم المباراه امامنا المره دي يدي فاول خارج منطقه الجزاء. الراجل ده راح بذكاء. شوف امامنا هنا اللاعب ديباندا ده راح دفاع الزمالك في هذه الكرات الصعبه لكن امامنا هو سيف الجزيري اثبات الذات عدى ناصر والتدخل ولكن على طول حكم ديالو. النهارده بيبدا المالي ديالو في مباراه اليوم. اللاعب سدد ديالو تسديد سيسي وسط الزحمه ترتد. ادي امامنا استلام وعمر يا على الكوره في وسط الجول يا عمر. كوره لو في اي جنب لو في اي زاويه من الزوايا كان هتبقى هدف التقدم للزمالك. عمر جاء اللاعب الجزيري ورط فيها عبد الغني ومشي يلعب كوره عرضيه خطيره كاشي خطوره وبدا سجرادا. ده الكلام المظبوط. الزمالك مكانه دوري الابطال البطوله اللي فاز بيها. داباندا جنب اليمين داباندا يلعب كره عاليه بدون لكن هنشوف امامنا هنا انطلاقه ومحاوله المرور. سلام على اللي امامنا هنا. هذه خطوره الهجمات وادي الكره العرضيه على طول من دونجا. كره للخلف بالراس يعيدها امامنا اوريانو لكن عبد الشافي بذكاء كده لم رجله كره ترجع ضغط من شيفو. ادي زيزو يلف كره عاليه خطيره الكره والكلام ده يوم 3 يناير ان شاء الله. كل التوفيق لروي فيتوريا ايضا. كل حتى سيف الجزيري بدا يقرب. سيف بدا ياخد قرار للتسديد صحيح. ناتان مبروكي محمد عواد
فرصه ناصر منسي ثابتها، استغلال الكرات الثابته بركنيه 5 بركنيه 5 استغلال. ادي انطلاقه من زيزو، راح زيزو تدخل وفاما وفي نيمار، حسام عبد المجيد دكه البدلاء، سيلسو خطير سيلسو بيني اللي هو الشهير ببابل، طبعا الاسماء بابل بيعدل على شماله، يلعب العرضيه، استلام خطر، يا ساتر ديكو، لكن رايه وتسلل. مجموعه اكوا ده قصه في قطر، كان في نادي الوكره وفي محاوله جديده امامنا حتى عبد الله، ويدخل تبديل الاول، يدخل شيكابالا مكان اللاعب اللي اختصر بيها اجيال كبيره والدنيا، كل دول اسماء مميزه. خطيره الكوره، فرصه تسديد البديل امام ثانيه، سيف الجزيري مستني الدعم المره دي وفضل نفسه، يا ولد هي دي عمر اتحرك له حلو، عمر جابر، لكن ادي العمر عشوائي جدا، ممكن يلخبط لك الدنيا ويجيب هدف لك. لاعب مميز ولاعب دوري على فكره، وينجا راسيه خلفيه لكن تطلع. شيكا يلعب كره اماميه، استلام ناصر منسي، يلف كره حلوه، بص بقى الاحساس بالمكان، هو ده ناصر منسي، شوف الاداء بيختلف تماما، هو ده مكانه. شيكابالا يوصل وناصر منسي لف، يلعب امامنا، بيحاول عايز يعدي بين اثنين، لكن تغطيه، يترك المساحه الانطلاقه عن طريق اللاعب اللي بيكمل. شوف هنا العشوائيه في ادائهم، لكن مع السرعه ومع القوه اللي عندهم بيشكلوا خطوره، حتى لانه حمل كره اماميه، لكن في رايه وسنظل اوفياء. وادي هدف يا راجل، سجل بقى، هتسجل امتى ناصر منسي؟ مش معقول يا ناصر، ده نشن الكوره. هنلعبها في المرمى، زيزو قطع حلو عبد الغني، لكن مره تركب معاه على طول كاشي اللي بيلعب في الجنب الشمال، لعبها لكن طور الاداء مع التعليمات. ادي ناصر منسي اللي بيحاول امامنا هنا، لكن مره ثانيه ادي انطلاقه، زيزو هل يلعب العرضيه لناصر منسي، 1 مقابل 6 على المرمى، لسه مونتيرو يحاول السقوط، لكن استلام حلو من شيفو، لكن تمريره فين يا شيفو؟ التمريره حلوه المره دي، خطير امامنا هو، لما والثانيه بابل فين يا راجل؟ مهاره شيكا، امتاع شيكا، ابداع شيكا، لكن لسه احنا مستنيين. سيف امامنا، عايز يعدي سيف، ولكن التغطيه الدفاعيه من جانب اللاعب